دخل قبل قليل كما تشاهدون خلفي لإجراء الإحماءات التدريبية. طبعا كلا المدربين يسعون خاصة بعد التعادل الفريقين في المباريات السابقة، مما أدى إلى العمل على الحصول على نقاط أفضل، خاصة لقائي مع المدرب التونسي لفريق أساريا محمد كريم الزواغي، الذي قال أن هذه المباراة مباراة فوز فقط. طبعا أبدأ بتشكيلة الفريقين. نبدأ بالفريق الضيف فريق الخمس، حيث يقود في حراسة المرمى كمال بالعيد وعبد الرحمن حريبش في الدفاع، سليمان الكشك طبعا اللاعب التونسي، وأيضا محمد جنان، علي أبو القاسم، مصطفى كوناتي طبعا من ساحل العاج، عبد الملك مفتاح وطارق السيد وعبد الرحمن الحراري وعبد الرؤوف الشبلي وفرج غيضان. يدخل في تشكيلة بدلاء فريق الخمس كل من بهاء الدين المقمز وحسن كريم وإبراهيم العجيل ومحمد الدكالي وفرج سالم ونور الإسلام أبو راوي ومفتاح أبو ظهير. طبعا يدرب فريق الخمس المدرب التونسي عثمان النجار، وإداري الفريق اللاعب الدولي السابق خالد المرغني، أيضا اللاعب الدولي السابق سالم الرواني هو مدير الكرة. طبعا هشام الفتوري مدرب للحراس، وهاشم بن دلة هو مساعد مدرب فريق الخمس. فيما يدخل تشكيلة فريق أساريا بقيادة أحمد عياد في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد الكعامي طبعا كابتن فريق، عفيف الجبالي، حمزة الصالحي، سند الكوري، البهلول أبو سهمين ومحمد عيسى وهشام سحيلة وماهر الختوني وبيير فرانسوا اللاعب المحترف الكاميروني، والمهاجم يعقوب عبد الله. يدخل في تشكيلة البدلاء لفريق أساريا كل من محي الدين محجوب ونصري كابوكا، ساسي الوسلاتي اللاعب التونسي وسالم الرويمي ومحمد المندلسي ومحمد الطبيب وباب كوليبالي اللاعب السنغالي. يدرب فريق أساريا المدرب التونسي محمد كريم الزواغي، ويساعده مختار الكيكلي، مدرب حراس أسامة السنوسي، ومدير الكرة رياض جمعة، وإداري الفريق اللاعب السابق في فريق أساريا لكرة الطائرة طبعا أسامة بركة. في طاقم التحكيم يقوده الحكم الأول أشرف عمر، يساعده المساعد الأول عبد الباسط سعيد، ومساعد ثاني علاء حسين، والحكم الرابع عبد الهادي حباس. يراقب هذا اللقاء السيفاو علي. طبعا نتمنى متابعة لقاء يليق بكلا الفريقين، وكل هذا كل ما لدي زميل الفيتوري. نتمنى التوفيق للفريقين ونتمنى لكم التوفيق كذلك في داخل الاستوديو. شكرا لك أحمد زايد، كنت معنا من ملعب الزاوية البلدي. أعود إليك كابتن عبد السلام.